السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة عبد الحكيم. كنتمنى باش تشجعوني واي فيديو درتو تشوفوه وينال اعجابكم وتشجعوني بلي لايك ديالكم وتشجيعاتكم. واليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الفلون كراميل كيجي لذيذ وزوين البنات، غادي تجربوه وما تندموش عليه. المكونات كتكون من ايطرونس ديال الحليب، كنديرو 4 فلون عادي ديال الدرهم، داك العادي 4 فلون، 4 المعالق ديال مايزينا او لا كريم باتيسير على حسب المتوفر، اما نديرو مايزينا او لا كريم باتيسير 4 المعالق، حيت انا جربته بلا كريم باتيسير وجربته بنشا، يعني بجوج كيجيو زوينين. وكنديرو فيه 4 دانيت كراميل، وفي الاخر والسنيده على حسب الذوق، كل واحد القياس ديال الحلاوه اللي تيبغي. وملي غادي يوجد ان شاء الله وغادي يبرد وداك الشيء غتشوفوا الشكل النهائي، غنزينو بالفواكه. وفي الاول ونقبل كندير واحد الكاس ديال سنيده باش كندير به كراميل وكنكبو في المول، لانه باش كيساعدنا ملي كنبغيو نكبو الكراميل في التبصيل ديال التقديم كيساعدنا تيهبط بسرعه، لان داك الكراميل هو اللي تيخليه يهبط بسرعه، ما تيبقاش لاصق في القاع ديال المول. يا بسم الله، غنبداو ان شاء الله بالكراميل. هو الاول هو دابا كنديروه على نار مهيله جدا، ونديروه في شي مقلاة او شي كاسرول اللي كتكون ما كتلصقش، باش ما يتحجرش لينا وما يجيش خايب المذاق ديالو، باش ما يتحرقش. نار مهيله ونخليوه وما نمسوه ما حتى حاجه حتى كيبداو يبانوا لينا هاد الجوانب ديالو، بداو كيبانوا بان هاد السنيده بدات كتذوب. عاد في الاخر كنبداو نقيسوه بحال هكا بشي مغير هاد العود باش يتكون لينا باش نكبوه في المول. المهم في الاول دائما ما نقيسوش، والنار مهيله باش يجينا كراميل ناجح. اما الا قصناه في الاول تيبدا يتحجر لينا، مجرد ما نقيسوه كيتحجر. وفي هذا الاثناء دابا ان شاء الله غنبداو نخلطوا في العناصر ديال الفلون. هذا الفلون الكراميل اللي متكون من ايطرونس ديال الحليب، ولو ان يعني المول صغيره، انا غندير على حسب الحلاوه اللي كنبغي. غندير 4 المعالق فقط، ما كنبغيش نكثر الحلاوه. وغندير 4 خنيشات ديال الفلون، علاش كندير معاه الفلون هاد الفاني؟ ما كنديرش فلون كراميل لان في الاخر ملي تيوجد لينا كنديرو فلون كراميل باش ما تجيش ديك لا درنا هنا فلون كراميل وفي الاخر تاني درنا كنديرو داك الكراميل حتى هويا هاد الياغورت ديال الكراميل ديال دانيت كيعطينا واحد المذاق شويه بحال مجهد. يعني نديرو في الاول نخلطو معاه غير هاد الفلون العادي، 4 ساشيات و4 المعالق ديال النشا. بسم الله، يكونوا بحال هكا بومبي عامرين. مع التحريك لان غادي نخلطوا غير هنايا في هاد البول هذا، عاد غنكبو في الكاسرول اللي غادي نطيب فيه. والفلون دابا ما غاديش نحتاج ليه حتى الاخر، غنوريكم كيفاش. ودابا في هذا الاثناء ها هو يا ديك السنيده ها هي حصلت على كراميل، ها هو غنكبو دابا في هذا القار ديال المول. حيتاش هذا الكراميل هو اللي كيسهل علينا ملي كنبغيو ننزلوه، كيسهل علينا في النزول ديالو.
بعد دابا ملي حيدناه من فوق النار قادت لينا هاد العناصر اللي درناها اللي متكونه من الحليب والفلون داك الصغير ديال الزرق ديال 4 المعالق ديال النشا وسنيده على حسب الحلاوه والحليب ايترونس. كنعاود المقادير باللي. ومن بعد دابا ملي حيدناه خارج النار عاده كنديروا هاد 4 ديال ياغورت كراميل. كنديروا 4 مع التحريك بسرعه باش تندمج العناصر وما تبقاش ديك الكتل ديال هاد الفلون كراميل كتبقى لينا تما. يعني بسرعه نبقاو نضربوا بحال هكا باش نحصلوا على هاد الفلون يكون كله رطب ومزيان، ما يجيش لينا فيه شي كتل هكا تبقى باينه. نخدموا هكا مزيان البنات. ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم، غير جربوه وغتردوا عليا ان شاء الله. ومباشره غنكبوه فوق داك الكراميل اللي كبيتو في الاول. غنكبوه بحال هكا نخليه شويه يبرد شويه ما يبقاش هذاك الدخان طالع منه ونغطيه وندخلو للثلاجه. هو كنديرو تقريبا 6 سوايع ولا هذا وكنحطوه باش كيجينا قابط مزيان ويجي المذاق ديالو زوين. اولا الا درناه في الليل نخليوه حتى الصباح، الا درناه بحال دابا في الصباح ناكلوه في الليل. هذا هو باش السر ديالو باش كيجي انه كيجي قابط وزوين لا في المذاق لا حتى في الشكيل ديالو. دابا غنخليه شويه ومن بعد غنغطيه وندخلو للثلاجه، نحطو غير في الثلاجه. ودابا ها هو ملي برد ان شاء الله غادي نغطيوه هكا بالبلاستيك الغذائي وندخلو للثلاجه حتى يجمد ويشد راسو. ودابا البنات بعد ما خليت الفلون حتى شد راسو مزيان، يعني جمد شد مزيان، وجدت ليه هاد الديسير. وجدت البعويض قطعته، الكيوي، الفريز، التفاح، الليمون درتو على هاد الشكل. الليمون عاوتاني نافل درتو كدوائر. الاناناس قطعته بهاد الطريقه وشويه اللوز ايفيلي باش ملي نحطو هذا غنبدا نقاد فيه. دابا هادشي كله للتزيين. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الفلان العائلي اللي بعد ما ذوقته بالديسير. درت التفاح على هذا الشكل، الكيوي، التفاح، الاناناس، درت البعويد، الليمون بهذه الطريقه، وذوقته من الفوق باللوز ايفيلي، ودرت شويه الكراميل كان باقي ليا بقى ليا من قبيله ملي صيبت به في المول. وكنتمنى انه ينال اعجابكم ورضاكم. صدقوني يا البنات راه زوين ولذيذ غتجربوه وما غتندموش. وكنتمنى انكم تفعلوا الجرس وتشجعوني، وشكرا لكم.